نتعرف من هناك معنا على ردود الأفعال الخاصة من الجماهير القطرية بعد هذه الهزيمة الثقيلة. مساء الخير. طبعا خسارة ثقيلة للمنتخب القطري، لكنها مباراة للنسيان أكيد، وهذا ما يؤكده الجمهور القطري الذي كان يمني النفس بنتيجة إيجابية على غرار مباراة سويسرا، لكن قدر الله ما شاء فعل. هذه كرة القدم، والأمل ما زال قائم في آخر المباريات ضد البوسنة، لأن الفوز يؤهل منتخب قطر إن شاء الله. أكيد أنه في حصل على هذه المباراة، لكن مباراة للنسيان خلينا نقول. أكيد أن احنا زعلنا في المباراة هذه، ولكن عندنا أمل كبير في المباراة القادمة بإذن الله أن احنا نربح ونتأهل للدور القادم بإذن الله. فإن شاء الله أنها كانت مباراة صعبة علينا، ولكن المباراة القادمة تكون أسهل ونستمتع أكثر من اللي شفناه اليوم بإذن الله، وهذا ما نتمناه. يعني نقولوا صحيح في حصل على هذه المباراة، لكن التفاؤل لازال موجود، ما زالت مباراة، كل شيء جائز في كرة القدم. الفريق اللي خسر اليوم تعادل مع سويسرا وقادر يفوز على البوسنة. إن شاء الله إنه قادر بإذن الله، نتمنى إنه يرجع مباراة البوسنة، لكن أقدر أقولها الحكاية باختصار. لوبوتيجي صنع من كندا البرازيل 2002، مع كل احترامي للمنتخب الكندي. احترمها أكثر من لازم، ما احترم تاريخ منتخبنا. على الأقل يا أخي العب كورة مع كندا، لا تقعد تلعب بخطة 10-0-0. يعني أنت ما تبي تهاجم، ما تبي تهاجم، مو أنت ما تبي تهجم، تقعد داخل المباراة تبي تخسر بأقل نتيجة. ليش؟ العب يا أخي. أنت لعبت الكونغا كاف، وصلت نص نهائي، طلعت من أمريكا 1-0 وأنت مضيع بلنتي. في الكوبا أمريكا لعبت بشكل جميل. يعني الإصرار على لوبوتيجي كان وجهة نظر، ما أعرف ليش أصروا عليه. أوكي أهل المنتخب صحيح، يعني أنا زعلان إن له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تأهيل المنتخب، إنه باسمه تسجلت باسمه، لكن واقعيا والله اللعيبة هم اللي ما قصروا. مباراة الإمارات خلينا متفائلين للماتش الأخير. نعرف أنت متضايق، لكن مازال احنا مع المنتخب وما راح نوقف، ونساندهم وواقفين وراهم ونقول لهم شدوا حيلكم، احنا معاكم لين آخر دقيقة في المونديال. احنا وراكم وإن شاء الله هذا الغضب يصير فرحة في سياتل بانتصار وبتأهل قطري إن شاء الله تاريخي. لكم الخط في الدوحة.